إذا هل تستطيع أي قوة أن تضرب الشعب اليمني؟ لن تستطيع أي قوة أن تضرب الشعب اليمني. فيصل فاكر إنه أيضا هيقدر يبني قوة جوية ويجيب إنجليز وبتاع. امبارح قريت خبر إنه هيعمل مطار قرب اليمن ومشتري 12 طيارة ب6 مليون جنيه، يعني 12 طيارة. وبقول له 12 طيارة دول بنقدر نخلص عليهم في 5 دقايق. بيدفع ال 12 مليون جنيه، وإذا ما انتهتش الأمور وإذا مشيت في الطريق اللي احنا ماشيين فيه بتصبح الصبح بتلاقي ضاع منك 12 مليون جنيه. واحنا في هذا ندافع عن ثورتنا، ونعتبر ان ثورة اليمن ثورتنا، ثورة العرب كلهم، وإلا ما كناش بعتنا أبنائنا هناك ليقتلوا ويستشهدوا ويضربوا أكبر صفحات البطولة. فبيقولوا إن قعدوهم هناك ممكن يقعدوا الجيش المصري بقى يتذمر هناك من اليمن ويرجع يعمل ثورة. بنقول لهم والله نأبكم بيجي على شونا وأحلامكم أحلام عصافير. الكلام ده انتوا والإنجليز، وبل بالعكس انتوا والإنجليز بتفكروا بهذا الكلام، ولكن الجيش المصري جيش واعي، جيش وطني، جيش عربي، جيش مقاتل، جيش سائر، جيش مناضل. وإذا كان مش جيش مرتزقة، وفي نفس الوقت هم بيكبروا الجيش وفاهمين انهم هيعملوا جيش كبير بيقدروا يحاربونا بيه. طبعا عملية بناء جيش مهما جابوا خبراء انجليز وخبراء امريكان مش هيقدروا ابدا يبنوا الجيش اللي يقدروا يتصدوا لنا بيه. برضه يعني بنقول لهم ان احنا خططكم عارفينها، واحنا ببساطة نستطيع ان نعزل السعودية كلية عن اليمن، بان احنا ناخد جيزان ونجران. واصل جيزان، منطقة جيزان منطقة يمنية، وفي سنة 30 اغتصبها السعوديين من اليمنيين اغتصابا بالغزو، وممكن اليمنيين انهم يطالبوا بمنطقة جيزان ومنطقة نجران. وسنحارب في هذه المعركة المصريين مع اليمنيين. إذن لن تستطيع أي قوة أن تضرب الشعب اليمني أو تضرب ثورة الشعب اليمني.